الجرحى من الإرهابيين اللي تم نقلهم إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ومعالجتهم وزيارتهم وزار نتنياهو ورحبتوا فيه ورحب فيكم كمان بتشهد. تسمح إسرائيل في حالات استثنائية فقط بزيارة سوريا، من بينها ما يعرف بزيارة المشايخ مرة في العام ومرور الطلبة والمرضى في حالات إنسانية. برنامج زيارة العائلات كان موجود في الثمانينات وفي التسعينات. في 92 قررت الحكومة الإسرائيلية وقف برنامج الزيارات العائلية. طبعا اللجنة الدولية منذ 92 عم بتحاول كل جهدها انه تعيد تفعيل هذا البرنامج. في الساعة المحددة يسمح لعدد قليل فقط من العائلتين أن تجتمعا على الحدود لمدة نصف ساعة. سنقوم الآن في جولة ميدانية على المعبر السوري على الشريط الشائك للأراضي المحتلة. هذا هو حاجز للقوات الإسرائيلية. هذه النقطة يوجد عليها عناصر من الجيش الحر. هذه هي مدينة القنيطرة القديمة التي هدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منازلها كما يفعل الأسد اليوم في سوريا. ليس يوجد فرق بين الأسد وقوات الاحتلال. إسرائيل وقوات نظام الأسد عصابات محتلة لهذه البلد، لسوريا. عشرات السوريين احتشدوا على بعد 200 متر من الحدود ليأمرهم جندي إسرائيلي بالتراجع. الجندي خاطبهم باللغة العربية عبر مكبر الصوت قائلا إنهم على حدود إسرائيل، مطالبا إياهم بالعودة حتى لا يتعرضوا للأذى. وكان هؤلاء السوريون هربوا إثر قصف مكثف شنته الطائرات الحربية الروسية على ريف القنيطرة، حيث استهدفت مدرسة للنازحين في بلدة عين التين ليسقط قتلى مدنيون غالبيتهم من الأطفال والنساء. وكذلك تعرضت بلدة نبع الصخر في المنطقة نفسها للقصف، حالها حال بلدة العالية وتل المحص بريف درعا. المتحدة إلى مرتفعات الجولان بعد 4 سنوات من انسحابها. تواصل الحكومة السورية العمل لإعادة تأهيل المعبر من جانبها في ظل ترقب كبير من قبل المواطنين. هذه الضغوطات التي مارستها الأمم المتحدة والضغط الروسي الكبير عليها حدا بإسرائيل للخضوع والاحتلال الإسرائيلي للخضوع إذا فتح هذا المعبر مجددا لقوات الأندف وقوات حمص السلام المتواجدة في الجولان، ومما يعني لاحقا هو أنه سيفتح هذا المعبر أمام أبناء الجولان المحتل، أمام السكان للتواصل بين عائلاتهم، أمام تفاح الجولان الذي هو عماد الاقتصاد الجولاني، وأمام طلاب الجولان الذين يتجهون كانوا كل عام إلى جامعات دمشق للدراسة في جامعاتها.